السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أنا بعمل فيديو مع شخصية والله من أنظف الشخصيات اللي أنا قابلتها في حياتي. حبيبي يا عم، الأستاذ محمد القفراوي. الله يبارك فيك يا عم. عايز أقول إحنا نعرف بعض بقالنا سنين السنين. الله يصلح تمام؟ حالك يا محترم. عايز أقول لكم يعني أستاذ محمد فاهم نظامي وعارف كلامي، وأنا فاهم نظامه وعارف كلامه. إحنا مبدأنا دايما في الدنيا هو حقي وحقك. تمام؟ بيقول لك أنا بعزه وبحبه. يقول لك يا عم العشم مات. بس هي مقلوبة شوية بس. يا عم العشم مات، المعامله خد وهات. فوقيه. شايفين؟ الراجل المحترم احمد بيج هاني. تمام. انا اتنصب عليا اول ما جيت هنا، بعد ربنا هو اللي جاب لي حقي وعمل لي كل حاجه صح. الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه. فعايز اقول لكم رغم ان هو حقيقي برضو انا في الشغل حقي وحقك. تعالوا بقى احنا بقى اصحاب مع بعض او على جنب دي، لا دي حاجه مالهاش علاقه خالص بالشغل. الله يصلح حالك يا باشا. عايز اقول لكم طبعا استاذ محمد من المنصوره. من المنصوره. ماشي. الناس دي مركز مدينه النصر ده اهليه. تمام. فاي حد عايز مثلا عربيه يروح بيها رايح جاي، سواء المنصوره او دمياط او دمياط. تمام. هو بيجيب العميل كويس كده، بيفضل معاه هنا لحد ما في الاخر بيخلص ويروحوا البيت. تمام. اولا هو راجل جميل قوي، حتى اللي بيقعد معاه ما بيزهقش. يعني بسم الله ما شاء الله هو مبتسم اكتر مني. انت اللي على دماغك. تقريبا عمري ما ابتسمت في فيديو بصراحه. حبيبي. لكن هو من الشخصيات المحترمه. وانتم من اجدع ناس في الدنيا. والله بجد. سلام لاحلى ناس بتسمعني. الحمد لله. وعايز اقول لكم برضو انا بشكر برضو عملائي وبشكرهم على رايهم. تمام. وعايز برضو اكد لكم حاجه برضو عشان تبقوا فاهمين الدنيا عندي انا ماشيه ازاي. تمام. انا النهارده العميل بتاعي لما بيحجز عندي انا بقوم معاه بالدور الطبيعي بتاع الحجز يا محمد، اللي هو عمل له 100 ان انا احجز له. حلو الكلام. اتابعه قبل الميعاد وبيقول لك اعمل كذا بالظبط، وبتخش اللجنه وانت مطمن بالظبط. ولو انت هتسقط هيصرحك ويقول لك انت هتسقط، ولو انت هتنجح هيقول لك برضك انت هتنجح. بالظبط. فالقصه كلها ان احنا بنحاول ان احنا نعمل ايه؟ نكسب حقنا بمرضي الله ونكسب سوا. انت بتحجز في اي مكان، بتحجز حجز عادي زي هنا زي اي مكان، ما بزيدش حاجه يعني، انت واخد بالك. وبعد ما بتحجز بتيجي هنا بتاخد الدوسيه بتاعك، بتاخد صور، بتاخد يعني بيدي لك كل الحاجه بتاعتك، وبيدي لك المعلومات اللي انت تخش تعمل بقى اللي هو يطلب منك جوه. فانت طبعا بيبقى بص يا محمد اقول لك حاجه. اصل انا نظامي ايه؟ العميل النهارده اللي بيحجز عندي في حجز بس زي ما انت فاهم، ان هو مثلا عميل بيحجز يدوا له ورقته ويعيش حياته. ما انت بتحجز من اي مكتبه، خد ورقتك وتوكل على الله مع الف سلامه. لا انت بتيجي هنا بتلاقي الشاي، بتلاقي المقابله حلوه، بتلاقي مثلا الاوراق بتاعتك موجوده، الدوسيه بتاعك موجود، بياخد البطاقه والورقه بتاعك وبيصور لك ورقك وبيقول لك تعالى انت عندك ايه، انا عندي كذا، طب اقعد، طب شوف. يعني زي اللي كان معايا الوقت، الراجل اللي معايا قال له اقعد، روح تعالى اقلع الجهاز، اعمل كده. يعني بيدي لك معلومات انت هتقول ايه. معاك مفتاح العربيه بتاعتك؟ المفتاح العربي هاتوا بقى كده عشان ايه نجيب كوبايه شاي. مفتاح العربي الشاي. تمام. فعايز اقول لكم بقى اللي انا بعمله او خطه العمل بتاعتي. اولا الطبيعي زي ما احنا قلنا ان في حد بيحجز بمعرفته، ده بياخد ورقه الميعاد بتاعته بيجي هنا يعني يفاجأ بقى بحاجات هنا هو طبعا ما عندوش خلفيه بيها. تمام. لا انا بقى بأدي خدمات، برضو خدمات بتعتبر عاديه، بس في ميزه عندي. بس الاول اقول لكم ايه الخدمات العاديه. الخدمات العاديه مثلا اتابع عميلي قبل اللجنه بيوم، اتابعه يوم اللجنه الصبح. تمام كده. بيجي لي بقى مكتبي. الحته بقى اللي جاي اللي انا هقولها دي يا محمد السوي اللي انا بعمله الوجه اللي هو ايه؟ ان انا بقعد مع العميل اقول له الطريقه الصح في التعامل ايه هي. والدوسيه وتصوير الورق وكل حاجه برضك وهم مكلميني امبارح على العميل اللي معايا، لان انا كنت سايب رقمي مش رقم العميل، لان انا اللي جايب العميل تبعي يا اخويا يعني. فهو متابعني من امبارح ومتابعني طول ما انا جاي في الطريق برضه. الله يبارك فيك. انت على دماغي يا سعاده الباشا. واخدين بالكم يا جماعه. فطبعا العميل لما بيجي هنا احنا بنعمله ملف. تمام. الحته بقى اللي فيها ثواب لله دي اللي انا بقدمها لعميلي بس، هي بقى ايه؟ يتعامل ازاي؟ وضح اعاقتك ازاي؟ هو ده الدور. انا مش بنجح حد بفلوس عشان تبقوا فاهمين، لا انا بديك ارشادات صحيحه. تمام. يعني عايز اقول لكم حتى من ضمن المفارقات اللي حصلت النهارده، انا كان عندي عميل الولد ده طفل صغير كويس، فدخل عليا احدى الزملاء قال لي قدامك، قال لي مش هينجح على اكل، قال له بيقول لي انا الولد ده مش هينجح. قلت له الولد ده هينجح. وتراهنا على ايه؟ على غدوه. وتراهنا على غدوه عند مين؟ عند البيباني كده. البيباني. فبامر الله الولد دوت لما ينجح برضو انا هقول فيديو اللي هو نجح برضو بمرض الله، ولو كان سقط
زي ما التاني قال برضه هقول بمرض الله، بس انا عارف ومؤمن ان وجهه نظري فعلا صح، الولد دوت هينجح من اول مره. تمام. فعايز اقول لكم اللي بيجي هنا اصلا ما بيبقاش عارف الدنيا فيها ايه، لكن لما يكون في حد مفهمني ايه اللي هيتم، ايه اللي هيتعمل، صح ولا انا غلطان؟ اي بني ادم بيروح اي مكان جديد عليه بيبقى هايب المكان، بيبقى مش عارف هيعمل ايه. طبعا يعني مثلا واحد اخويا زميلي معوق بتاع داخل جوه مش عارف هيعمل ايه. صحيح. فربنا بيكرم ان بني ادم بيقابله بره بيقول له تعالى انت هتعمل 1 2 3 تعالى، بدل ما لان هنا كتير يعني الحوش كتير وانا اتنصب عليا منهم. أيوة. تعالى يا عم الحاج خد الدوسيه بتاعك، خد يا عم التصوير بتاعك. فانت بتيجي هنا مرتاح، يعني بتيجي هنا يعني بترتاح حتى لو 65%. انت تعرف يا محمد من ضمن السلبيات اللي بشوفها هنا، يعني اقول لك حاجه، مثلا العميل لما بيجي هنا تصوير ملف بيكلف 15 جنيه تقريبا بالكتير. انت وغير الدوسيه بره بقى بره تبص ناس قاعدين بره عايز تعمل ملفك، اللي بره دول لو صوروا على الملف بياخدوا منه بال 40 بياخدوا منه 50 جنيه. والله 50 جنيه بتدفعها بره، يعني بتدفع 50 جنيه في الدوسيه وتصوير 3 4 بطايق بتدفع 50 جنيه بره. وفي نقطه كمان بقول للعميل وهنا بقى بيشغلوا دماغتهم على الغلبان اللي جاي، المعوق اللي جاي بيبقى هو معوق في الدنيا وجاي برضك ياخد الشغل بتاعه بيزودوا عليه. انا بقى بقول للعميل ايه، اصل برضه في بعض العملاء بتفكر انا بقول كده عشان اميز نفسي قدامه، لا انا بقول للعميل كده بنبهه. ليه بقى؟ انا بقول للعميل ايه، يا سيدي سيبك من اللي قاعدين في الشارع، انت عايز تصور ملفك خش اي مكتب يا سيدي، خش محل مضمون اهو، بس محل مضمون مكتوب عليه احمد كايني، غلط. بتخش المحل مضمون في وش المجالس الطبيه، مش هيبقى نصاب. لو نصاب هيقابلك في الشارع بالظبط كده، لو نصاب هيقابلك في الشارع. زي ما يعني الوقت هو صور للعميل اللي معايا دوسيه والورق وكل حاجه وما خدش منه جنيه، دي حاجه. انت بره بتدفع 50 جنيه على الدوسيه وتصوير الورق طب اصور بطاقتين 3 بالكارت الذكي ب 50 جنيه بكارت في نقطه ثانيه يا محمد برضه اقول لك ايه هي. النهارده العميل لما بيحجز عندي انا مجانا بقول له الطريقه الصح في التعامل ايه. هنا بقى بره ممكن يعملوا ايه؟ واحد يقول له انت اصل انت لازم سكه، لازم نشوف لك حد وياخد فلوس. لا ده انا بحمل عميل كده من وجع القلب ده كله. ما هو في ما انا اصلح انا بره وفي السوق ولامع كل حاجه، يقول له طب انا ممكن انجحك واخد منك قد كذا، انا انجحك واخد منك. لا يقول له لا تعالى انا احجز لك، معاك الكارت الذكي احجز لك والبطاقه بتاعتك بحجز لك. بتيجي هنا بيقول لك يا ابني انت 1 2 3 ما تديش فلوس لحد. تمام. فهو بيقول له انت يا تنجح يا هتسقط. بس في نقطه يا محمد برضه احنا بنحاول معاه، احنا بنحاول له، فاهم قصدي؟ يعني هو بيعمل محاوله برضه بنعرفه الطريقه الصح في التعامل ازاي. تمام. في برضه نقطه الناس مش واخده بالها منها، انا ليه يا محمد العميل لما يكون حاجز بره انا ما بتعاملش معاه؟ هقول لك انا برضه ليه. النهارده العميل لما يحجز عندي انا كده خدت الحق. ايوه هخدمه، اسمعني بس فهمني كده. العميل لما يحجز عندي انا كده خدت حق الحجز بس، زي العميل اللي دخل الوقت وخد منك كارت بالظبط. واخد بالك ازاي؟ طبعا العميل ده بقى لما انا طالما حاجز عندي لما ساعد الوجه الله وينجح اقول لك الراجل ده محترم ساعدني حلو، لكن لو سقط هيلوم عليا؟ لا صح ولا غلط؟ طب النهارده العميل لما يكون حاجز مع نفسه هل برضه انا هضيع وقت معاه في الفاضي في الكلام؟ لا هو دخل علينا عميل دلوقتي حاجز من بره وكشف، فجاي بياخد منه معلومات، قال له والله يا باشا انا قناه على اليوتيوب خد الكارت اهوتي وتابعني على اليوتيوب، انما انا بحجز ومش عارف ايه. وطبعا صدق الكلام لان انت حجزت بره، انت عملت بره، خليك بره زي ما انت بقى. في بقى نقطه ثانيه يا محمد اللي هقول لك انا عليها. في واحد يقول لي يا استاذ احمد طب معلش ساعدني وخد الفلوس اللي انت عايزها. انا بقول له لا. ليه بقى؟ لا هفهمك انا ليه. النهارده العميل دوت لما يكون حاجز مع نفسه، هل انا مثلا احنا قلنا طبعا ما ينفعش اضيع وقت معاه على الفاضي. حلو. طب هل هبيع المعلومه بفلوس؟ ما ينفعش. لا مش هبيع معلومه. ما ليه بقى ما ينفعش؟ ما انا تعبان ومقدر وعندي عيال وعندي بيت وعندي غير دي. لا غير دي. النهارده العميل لما يجي ياخد يا محمد المعلومات بفلوس هتقول لي ايه؟ ما انت خدت مني فلوس عشان تنجحني. طب انا اهين نفسي ليه؟ هو ده المبدا. انت خدت طريق كمله، انت معايا في طريق انا هقف في ظهرك بمرد الله. ماشي يا جماعه؟ وهقول تاني وهقول لكم استاذ محمد اللي عايز يجي من المنصوره او من دمياط حلو الكلام، العربيه بتطلع مخصوص معاه. اوكي؟ رايح جاي، يعني هو مش بيجيبك وروح مشاوير لا، ده هو بيجيبك انت مخصوص وبيقعد يستناك مخصوص وبيروحك تاني مخصوص. اوكي؟ رقم كام يا استاذ؟ 010 2 3 2 7 2 4 4 3. واحده بقى تاني كده. 010 2 3 2 7 2 4 4 3. تمام. في برضه حاجه تانية بقى، رغم ان احنا اصحاب اهو لكن في حاجه اسمها تقدير. يعني ايه تقدير؟
النهارده مثلا استاذ محمد قال لي في فلان عايز يحجز، اوكي، انا بحجز وباخد رقم تليفون العميل، بس انا ماليش تعامل مع العميل. يعني حتى العميل لما باجي اجيب النتيجه انا ماليش دعوه بالعميل، ببعتها للاستاذ محمد، ده احترام شغل. انت على دماغ يا سعاده الباشا. ماشي يا جماعه، شرفنا بك يا عم احمد، وانت راجل محترم الله يبارك. وكتر الف خيرك على كل حاجه حلوه انت عملتها معاك امانه الله. بس الناس بس تقدر يا محمد يا سيدي اللي يقدر يتقدر. ده في واحد بيقول لي يا استاذ احمد هي المعلومه هتخسرك حاجه؟ تخسرني، انت راجل حجزت بره خليك بره. وفي نقطه تانية كمان، هو احنا يا محمد طلعنا كده ببلاش ولا طلع عيب؟ لا، ما هو برضك طلع عين ابونا برضك، لما كل يوم البني ادم بيتعلم، الدنيا بالظبط. بتعلم اللي بيتعلم، وفي حاجه مفيش معلم الا ما بيتعلم. وفي حاجه تانية يا محمد برضه قويه، النهارده العميل دوت لا مؤاخذه، يعني انا بتكلم على مجال المعاقين، انا ليه بتعامل كده؟ النهارده احنا قلنا المعاق ده يا اما هيبيع جوابه فربنا يكرمه بفلوس، يا اما هيجيب عربيه فربنا هيرزق فمعاه فلوس، صح كده ولا غلط؟ هيرزق. انت ليه بقى عايز تجبرني انا اتعامل معاك مجانا؟ ما ينفعش. انا اجار المحل بتاعي 5000 جنيه في الشهر، عارفين يعني 5000 جنيه في الشهر؟ كتير. محل ده غير مصاريفي وغير اكل وشربي والبيت. تمام يا جماعه؟ اما مين بقى اللي انا ممكن اغض الطرف عنه شويه ومش فارق عندي؟ بتاع تكافل وكرامه. ليه؟ بتاع تكافل وكرامه ده عايز يزود دخله، فاهم؟ ايوه. ده عايز يحجز ب 50 اوكي، ب 20 اوكي، ب 100 اوكي، مش فارق، لان ده انا بقف جنبيه. تمام؟ لكن بتاع السيارات زي ما قلنا يا هيبيع يا هيجيب، ففي الحالتين يا اما معاه فلوس يا اما هيجيب فلوس. فالنهارده معيش فلوس الحجز بتاعتي مش هي اللي هتموتك، صح كلام يا ابني؟ مفيش حاجه بتنقص عمر حاجه. ماشي كده؟ عايز تقول لهم حاجه؟ انا عايز اقول كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برضه اي حد ليه سؤال بعد الحجز تحت امركم. في نقطه يا محمد انا عايز اقولها للناس. اولا يا جماعه انا تعاملي مع العميل يوم اللجنه، او بمعنى ادق بعد الحجز. بمعنى ايه؟ انت النهارده عايز تحجز عندي، تمام؟ حضرتك بعد ما تحجز برضه هتكلمني تاني، بس احمد طب انا عندي كذا، الدنيا فيها ايه؟ اعمل اوراق ازاي؟ اكتب ايه عشان يبقى الموضوع واضح اكتر، تمام؟ ويوم اللجنه برضه بشوف حالتك بقول لك ابتدى التعامل في الصح ازاي، تمام؟ لكن اي سؤال قبل الحجز لا. اوكي؟ يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم مع السلامه. السلام عليكم.